اهلا بيكم يا جماعة. النهاردة هحكي لكم عن اليوم العظيم، اليوم اللي غير حياتي، اليوم اللي اكتشفت فيه اني عبقري، بس عبقرية معكوسة. ايوه، فشلت تالتة اعدادي. وده مش لان المدرسين ما فهمونيش صح، ولا لان المنهج صعب. ده كان بإرادتي الكاملة وبقرارات عبقرية جدا مني. اولا كنت مقتنع ان المذاكرة حاجة ثانوية، يعني الدنيا مش هتقف لو سبت الكتاب شوية. المشكلة بقى اني سبت الكتاب شوية وبعدها شوية كمان، لحد ما الكتاب نفسه قال لي خلاص يا معلم، انا هقفل نفسي وارتاح. انا كنت ملك التسويف، كل يوم اقول بكرة 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 بكرة، لحد ما لقيت نفسي واقف في اللجنة ماسك ورقة الامتحان وبقول يا ريت بكرة يكون عندي إجابات. ثالثا كنت معتمد على الغش بنسبة 200%. المشكلة إن اللي كنت ناوي أغش منه طلع هو كمان معتمد عليا. فدخلنا الامتحان مطمنين وخرجنا واحنا بندور على حد حتى يغششنا النتيجة، حتى مش أكتر. رابعا بقى الموبايل، اللعنة اللي وقعت فيها. كنت بفتح التيك توك 5 دقايق يخلص اليوم كله، وانا لسه بتفرج وبشوف الفيديوهات بتاعت القطط وهي بتهرب من خيار. ازاي تتجنب بقى الفشل ده؟ بعد الصدمة العظيمة دي قررت اتعلم من غلطاتي، ودي شوية نصايح هتنفعك لو مش عايز تعيد السنة معايا يعني. اول حاجة، ذاكر اول باول، بلاش تأجل، لان اللي هتأجله النهاردة هيجيلك بكرة وهيبقى الدبل بقى، هيبقى متضخم. تاني حاجة، قلل الموبايل. مش بقولك تحلف عليه وتقفل الحسابات، بس على الأقل لما تذاكر خليه بعيد عنك، عشان ما تبقاش داخل الامتحان حافظ الترندات ومش فاكر القوانين. تالت حاجة، ما تعتمدش على الغش، لأن صاحبك اللي انت بتعتمد عليه ممكن يكون هو كمان معتمد عليك أصلا، وساعتها انتوا الاتنين هتعتمدوا في الدور التاني بقى. رابع حاجة، ذاكر بذكاء. مش مهم تذاكر بالساعات، المهم تستوعب وتفهم المعلومة مش تحفظها، لأنك لو حفظتها ممكن تطير مع أول هوا كده في اللجنة. الخلاصة، الفشل مش نهاية العالم، بس الأهم إنك تتعلم منه. ولو كنت فاكر إنك مش هتفشل، صدقني كنت بفكر كده برضه، والنتيجة بكيت مع النتيجة. لو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والشير، وقول لي في الكومنتات ايه اغرب سبب خلاك تقع في الفشل قبل كده. سلام.